في يوم 28 ديسمبر 2002 نسمع صوت وقوع، وتكون دي آخر بنت للملك فاروق تقع وهي كانت بتتكلم مع ابنها. على طول ياخدوها وعلى الطيارة علشان تدفن في مصر جنب أبوها في مسجد الرفاعي. دي قصة النهاردة، قصة الأميرة فادية. قبل ما نبدأ ياريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكوا كل جديد، وتعملوا لايك للفيديو علشان ده يشجعنا إن احنا نكمل، وتكتبوا لنا تعليق تحت عن رأيكم في الحلقة والحلقات اللي عايزين نعمل عنها. بس قبل ما نبدأ ياريت ما تنسوش ترجعوا لحلقة الملكة فريدة والحلقة الأميرة فريال علشان دول هيساعدوكوا علشان تعرفوا فترة الأميرة فادية كويس جدا. يلا بينا نبدأ. قبل ما نحكي قصة الأميرة فادية لازم نرجع خطوات ورا علشان نفهم القصة بتاعتها كويس. بعد موت الملك فؤاد الأول كان ابنه فاروق صغير على السن القانوني علشان يكون ملك. كان فاضل كام سنة كده بسيطة ويبقى يتم السن القانوني، فطلبت الملكة نظلي اللي هي أم الملك فاروق من شيخ الأزهر في الوقت ده إن هم يخلوا السن القانوني على السنة الهجرية مش السنة الميلادية، لأن في السنة الهجرية هو أكبر من السن القانوني أو قده بالظبط، وده علشان العرش ما يروحش للأمير محمد علي، وفعلا يتوج فاروق ملك على مصر. وبعد كده يتجوز من بنت اسمها صفيناز ذو الفقار اللي هي بعد كده الملكة فريدة. خلفت بقى الملكة فريدة سنة 1938، يعني في سنة جوازها بالظبط، بس في الآخر تخلف بقى المولود الأول اللي هو الأميرة فريال. بس قالوا ممكن المولود اللي جاي يكون ولد عشان يكون ولي عهد لفاروق، ويبعد الأمير محمد علي إن هو يكون ولي العهد بتاع فاروق علشان فاروق حتى الآن ملهوش ولاد. بس سنة 1940 تخلف فريدة للمرة التانية، وحسب المكتوب في السماء إن هي هتكون بنت وتتسمى فوزية. بس الملكة نظلي قالت للملكة فريدة أنا خلفت ولي العهد لفؤاد على طول من بعد جوازنا، هنشوف بقى انت هتعملي ايه لفاروق. وده علشان نظلي على طول بعد 10 شهور من الجواز خلفت فاروق. بس بقى في سنة 1942 وبعد اعتراف انجلترا ان مصر مستقلة بمعاهدة 36 نشوف بقى 4 فبراير من سنة 42 دخول دبابات كتيرة قوي على قصر عابدين، والدبابات دي تكون انجليزيه، ويحاصر الانجليز الملك فاروق ويمنعوه من الخروج، ولازم على اخر اليوم يعني على الساعه 6 بعد المغرب ان هو يكون جايب النحاس كرئيس للوزراء. وطبعا التدخل ده تدخل كبير جدا في سياسات مصر، والتدخل ده مرفوض بناء على معاهده 36 اللي بتعترف ان مصر مستقله. ومن بعدها حس فاروق ان هو ملهوش قرار، وان الانجليز هم اللي بيحكموا وهو بس صوره وواجهه للعالم، بس لازم يحافظ على عرش مصر، ده اقل حاجة يعني يعملها. وعلشان كده هو لازم يخلف ولد علشان هو اللي يأكد سلالته ويجي من بعده. المهم بقى في يوم 15 ديسمبر 1943 تخلف اخر مرة الملكة فريدة وتكون بنت برضه. بس في نفس اليوم ده يكون في محاولة لاغتيال الملك فاروق في القصاصين، ودي حتة كده ما بين الاسماعيلية والقاهرة. دخل المستشفى واتعمل له عملية واتعالج بعدها. المهم هو تعب من كتر الضغط اللي عليه علشان يأكد حكمه من خلال ان هو يكون ليه ولي عهد ذكر، وجت بنت بس يقرر ان هو يسميها فادية علشان هي في اعتباره فال حلو ان هو نجي من الموت. بس من ساعتها تزيد المسافة ما بين الملكة فريدة والملك فاروق، المسافة تكون كبيرة جدا، حتى الاتصالات بتكون بالرسائل والمقابلات بتكون في المناسبات الضرورية جدا لحضور الملكة فريدة. وده علشان من بعد حادثة 42 والأميرة شويكار عمالة تعمل حفلات سهرة بتفسد فيها الملك فاروق، وطبعا هتعرفوا الأسباب بتاعت إن الأميرة شويكار عايزة تعمل كده في حلقة الملكة نظلي، الموضوع واضح وبشكل كبير أكتر. المهم عاشت فريدة مع بناتها في قصر لوحدهم. بس بقى في سنة 1948 يشك فاروق إن فريدة كانت بتخونه مع الأمير وحيد جوز الأميرة سميحة بنت سلطان مصر حسين كامل، لان الملكه فريده كانت بتروح كتير قوي على بيت الاميره سميحه، لان هي كانت شايفاها صاحبتها وقريبه منها قوي ومش بتنافقها زي نفاق القصور او نفاق حاشيتها. فيروح الملك فاروق يعمل تحليل دم لفادية علشان يتاكد ان دي بنت، لان في الوقت ده ما كانش فيه DNA والبديل ليه كان تحليل الدم. المهم لما عرف الملكه فريده اللي هي ملكه قلوب المصريين في الوقت ده، وبالرغم ان النتيجه طلعت ان هي بنته فعلا، بس حست ان الشعب اللي هو ما يعرفهاش كويس واثق فيها اكتر
أكتر من جوزها، لأن هو كان مسميها في الوقت ده الشعب المصري كان مسميها الطاهرة، وتطلب الطلاق وفعلا يحصل الطلاق في سنة 1948، وتعيش فادية مع أمها في فيلا في الهرم لغاية ما تتم السنة السابعة بتاعتها وتروح على إخواتها في القصور الملكية. وبعد كده كانت بتروح على فريدة هي واخواتها يوم الجمعة بس، لغاية ما يجي يوم 23 يوليو 1952 لما الضباط الأحرار يطلبوا من الملك فاروق إن هو يمشي من مصر لأن هم اللي هيحكموا، وتوافق فادية على إنها تروح مع أختها في ريال في أي حتة. والرحلة بقى دي كانت من اسكندرية لغاية روما. تقدروا ترجعوا لحلقة الأميرة في ريال هتكون واضحة بشكل أكبر. بس المهم بقى الأميرة فادية بعد ما هتقعد شوية في روما هتروح على سويسرا علشان تخش المدرسة الداخلية مع إخواتها. وفاروق من بعد ما طلق الملكة نريمان هيحب واحدة مغنية أوبرا. بالنسبة لفادية ما كانش عاجبها خالص الوضع ده، بس في فترة تعليمها أعجبت بابن مدرسة ليها اللي هو الأمير الروسي بيير أورلوف، وده كان برضو زي حالتها، كان أمير تبع الإمبراطورية الروسية، بس سقطت الإمبراطورية الروسية مع البولشفيين سنة 1917، وهو كمان أعجب بيها وراح تقدم لها، بس فاروق رفض، بس هي أصرت على إن لازم تتجوزه. وفعلا راح الأزهر وأعلن إسلامه وغير اسمه لسعيد، ويسافر على لندن هو وفادية واخواتها والملكة فريدة علشان يتم الجواز ما بينهم هما الاتنين، وتخلف ولدين شامل وعلي. بس وهو راكب على الحصان يقع ويحصل له إصابة في عموده الفقري يخليه عنده صعوبة في الحركة، فبالتالي هي هتضطر إن هي تنزل تشتغل مرشدة سياحية ومترجمة، لأن هي في الوقت ده كانت بتعرف تتكلم إنجليزي وفرنساوي وإيطالي وأسباني كويس جدا. بس هتموت أمها الملكة فريدة فتنزل على مصر علشان يتم دفنها وترجع تاني على سويسرا علشان تكمل شغلها. كانت دايما بتشوف اخواتها وهكذا كانت بتشوف اولادهم، زي مثلا ياسمين بنت الاميرة في ريال وولاد اخوها احمد فؤاد. بس المهم في يوم 28 ديسمبر 2002 وهي بتتكلم مع ابنها عادي جدا تقع من طولها ويحاولوا ان هم يصحوها بس يلاقوها ماتت. تحصل صدمة كبيرة جدا لاخواتها لان هم كانوا متفاجئين ان هي ماتت بالسرعة دي، ومثلا ما كانتش تعبانة قبلها، هي ماتت وهي في كامل صحتها، وقعت على طول راحت ماتت. ويسافروا بيها على مصر، وفي المطار هناك يكون ابن عمتها من الإمبراطورة فوزية، وهكذا يكون بنت أختها ياسمين وبرضو ابن نريمان وجوزها، وهي برضو هيكون معاها لما هي تكون في النعش بتاعها إخواتها، وهكذا جوزها وعيالها، علشان يتم دفنها في مسجد الرفاعي جنب أبوها الملك فاروق. زي ما شفنا في كل حلقات الأميرات الأسرة الملكية المصرية كلهم بالرغم الظروف اللي تعرضوا بيها حاولوا ان هم يتكيفوا، حاولوا ان هم ينزلوا في الشغل لو هم ما كانش عارفين ان هم يصرفوا على نفسهم، زي مثلا الأميرة فادية وهكذا الأميرة فتحية، أو اللي هم عاشوا وارتضوا بالأمر الواقع زي الأميرة فوزية، وأميرات كتيرة برضو حاولوا ان هم يعملوا الموضوع ده. وبس خلصت حلقتنا النهارده، يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصل لكم الحلقات الجديده. مع السلامه.